رايحة نحضر لكم مطلوع مغنية. رطبوا الشيش ويدوب في الفم. بالنسبة ليا هاد الكاس يرفد 240 مليلتر. راح نقيس لكم بالكاس. نحط الكاس الاول نغربلو، ثم نضيف الكاس الزاوج نغربلهم. نضيف الملح نصف ملعقة صغيرة، نزيد نصف ملعقة معمر خميرة العجين، نصف ملعقة سكر إضافية اختيارية، ثم ملعقة زيت، ونص ملعقة خل باش تعطيني هشاشة للمطلوع ديالي. عندي نص بيضة لأني ندير 250 غرام فرينة. نتوما في 500 غرام ديروا بيضة. ندربها ونزيد نص بيضة. راح نوريلكم طريقة هايلة في الطياب، نتمنى تعجبكم. ثم نحط شوية ما دافي ونخلط، والماء على حسب حجم البيضة والفرينة لا تشرب. هاد الخبز ما تدمكوه ما تتعبوا روحكم ما والو. نضيف الماء بالتدريج حتى نتحصل على القوام اللي راني حباته. بالنسبة للمبتدئات هاد التكستور بزاف عليكم باش تقدروا تتحكموا فيها. هو ما يجي كي السفنج وما يجي كي الخبز حاكم روحو، يجي بين وبين. نزيد شوية ماء. انا استعملت تقريبا نص كاس نتاع 240 مليلتر ونغطيها. خمرتها الخمرة الاولى. ها هي بعد ما خمرت نمسح يديا بالزيت ونهبط العجينة وندربها شوية ونغلق عليها ونخليها تخمر المرة الثانية. بسرعة يخمر في المرة الثانية. وديروا نفس الطريقة الأولى، نطيحوله الخمور وندربوه شوية ونعاود نخمرو المرة الثانية. ها هي العجينة بعد ما خمرت. بهاد الطريقة يجيكم خفيف بزاف وراح ينال إعجابكم. عندي شوية سميد رطب مع فرينة. شوفوا النتيجة اللي عطاتها لنا شحال هايلة. أنا درت لكم مقدار خبزة باش نسهل عليكم. نرمدها في السميد والفرينة. تقدروا تتحكموا فيها. راح نعطيكم طريقة سهلة باش تقلبوا المطلوعة. بزاف أخوات طلبوها مني. نجيب ورق الطهي وسيمنية ونرش بالسميد والفرينة باش ما تلصقليش، ونقرصها ونخليها شوية تخمر.
نحمي المقلة مليح، نطيبها عادي كي المطلوع بيها بالبابي، نرفدها ونحطها ونشعل الفرن من الفوق. كل وحدة تقرصها كيما تحب، رقيقة ولا غليظة، وتبعوا معايا الخطوات. راح نحطها في الطاجين، تجي روعة، صدقوني جربوها. هذه هي الطريقة اللي يستعملوها اللي يبيعوا المطلوع. نطيبها في المقلة، نسخن الفرن كيما قلت لكم من الفوق فقط ونحمرها. ها هو المطلوع نتاعي بعد ما طاب، جا روعة، خفيف بزاف كيما القطن، هايل، خير من تاع البيع. شوفوا شحال هشيش ورطب. تبعوا الخطوات وراح تتحصلوا على احلى مطلوع، احسن من تاع برا. النتيجة اكثر من رائعة، راح تفرحوا العائلة نتاعكم واحبائكم. خدمتوه بيديكم وعارفين اسم فيه. جربوه ما تندموش، خفيف بزاف بزاف كي ليبونج، رائع أكثر مما تصوروا وبدون مجهود. شوفوا شحال جات شاربة، والبنة روعة. راح نقصلكم طرف باش تشوفوها كي جات من الداخل، رائعة ورطبة وشيشة. جربوها على طريقتي، ما راحش تقدروا تستغناو عليها. وإلا عجبتكم الوصفة نتاع اليوم ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم جديدي، وبارطاجيوها مع أصدقائكم وأحبابكم.